السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب تالتة إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنراجع الوحدة الرابعة حساب مثلثات. أي حد واقع منه حاجة بإذن الله أحب أطمنك إن مع المراجعة دي كل حاجة هتبقى أوضح وأسهل. النهاردة بإذن الله مش هنضيع وقت، هنراجع أهم الأفكار اللي بتتكرر معانا في الامتحانات. ماشي؟ فركز معايا خطوة بخطوة وهتخرج من المراجعة دي بإذن الله وانت واثق 100% ان انت تقدر تحل اي سؤال في الامتحان. كمل معايا للآخر عشان تضمن الوحدة الرابعة في حساب المثلثات. سمي الله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. أول سؤال بيقول لي أنا عندي ألف باء جيم، ده مثلث قائم الزاوية في باء. ماشي يا عم، بيقول لي باء ده العمودية على الألف جيم. الألف باء ب4 سنتي، باء جيم ب3 سنتي. عايز إيه؟ عايز ظا س ظا صاد زائد جاء ألف. أول حاجة لما يطلب نسب مثلثية، أول حاجة لازم يكون عندي مثلث قائم، وأنا عندي مثلث قائم. تاني حاجة لازم الأضلاع بتاعتي تكون معلومة، لازم الأضلاع بتاعتي تكون معلومة. فيلا أنا عندي مثلث قائم، عرفت باء جيم ب3، ألف باء ب4، يبقى ناقص ألف جيم. طب مثلث قائم، عرفت ضلعين، أقدر أجيب الوتر إزاي؟ ها، برافو، من نظرية فيثاغورس. بس بقول له في المثلث ألف باء ج ماله يا عم؟ بما أن قياس زاوية الباء بتساوي 90 درجة، يبقى إذا الألف جيم هتساوي ده وتري، يبقى إيه؟ أربع وأجمع عشان ده وتر. تمام؟ يبقى 3 تربيع زائد 4 تربيع هيساوي كام؟ 5 سنتي. يبقى الألف جيم ده كله ب5 سنتي. بعد كده محتاجة أعرف الجيم ده بكام، والباء ده بكام، والألف ده بكام، صح؟ طيب باء دال، باء دال ده عمود خارج من رأس الزاوية القايمة. ما دام عمود خارج من رأس الزاوية القايمة يبقى ها، مين فاكر؟ ها، يبقى إقليدس موجود. لو عندي عمود خارج من رأس الزاوية القايمة يبقى إقليدس موجود. تمام؟ فارجع اقول له اقليدس موجود، يعني عندي زاويه قايمه وفي عمود، فارجع اكتب له اقول له بما ان قياس زاويه الباء بتساوي 90 درجه، وادي العمود اهو، باء دال عمودي على الالف ج، يبقى اذا الباء دال اللي هو العمود بيساوي ايه؟ حاصل ضرب ضلعي القائمه على الوتر، اهو ضلعي القائمه اللي هم ماسكين الزاويه القائمه. ألف باء في باء جيم اهي، ألف باء في باء جيم على الوتر ألف ج. يلا، ألف باء ب4، باء جيم ب3، ألف جيم ب5، يبقى 12 على 5، يبقى ب2.4 سنتي. طيب أجيب جيم دال منين؟ ها، لو أنا عايزة جيم دال هبص على ضلع القايمة اللي جنبه اللي هو باء جيم، يبقى باء جيم الكل تربيع، ها، هيساوي جزء الوتر اللي جنبه في الوتر كله، يبقى جيم دال في جيم ألف. بقى جيم الكل تربيع ب3 الكل تربيع يساوي جيم دال معرفهاش، جيم ألف ب5، يبقى إذا الجيم دال هتساوي 63 ب9 ب9 على 5، اللي هي 1.8 سنتي. تمام؟ طيب عايزين مين اللي ناقص؟ يبقى احنا كده جبنا الجيم دال ب1.8. ماشي يا أبطال؟ طيب ناقص الألف د، أجيب الألف دال منين؟ فكروا معايا كده يلا. ها، برافو، سمعت حد بيقول لي بنفس الطريقة اللي احنا جبنا بيها الجيم دال، صح؟ او ممكن حد يقول لي الالف جيم كلها 5، يبقى الالف دال عبارة عن الالف جيم كلها ناقص الحتة دي اللي هي الجيم دال اللي احنا جبناها. بس تعالى نجيبها بنظرية اقليدس عشان انتوا دايما بتنسوها. برضو انا عايزه اجيب اهو الجيم دال، صح؟ اشوف ضلع القايمة اللي جنبه، اه دي الجيم دال اهو، فين ضلع القايمة اللي جنبه؟ ألف باء، يبقى أقول ألف باء الكل تربيع هتساوي، يلا الألف دال في الألف دي، ألف باء الكل تربيع 4 الكل تربيع بيساوي ألف دال معرفهاش في ألف جيم كلها ب5، يبقى الألف دال هتساوي 4 أس 2 ب16 على 5، اللي هي 3.2 سنتي. تمام كده؟
خلاص بقت الأضلاع كلها معلومة، أقدر أروح أجيب المطلوب اللي هو عايزه. أدي المطلوب أهو. يلا. ضا سين. تعال بقى نمسح كده أهو. ضا سين. أدي السين أهي. الضا المقابل على المجاور. أدي المقابل اللي في وشها 1 و8 على المجاور أهو. الضلع اللي لازق فيها باء دال. باء دال جبناه بكام؟ 2.4. في. خلي بالك ان باء جيم ده وتر، اول حاجه طلعها الوتر. فباء جيم هو اسم وتر، ما ينفعش يبقى له اسم تاني غير الوتر. تمام. في المثلث باء جيم ده اللي هو اللي فيه سين. ماشي يا شباب. طيب. يلا. في ضا صاد. ادي زاويه الصاد اهي. الضا دي الزاويه القايمه اهي. ضا يبقى المقابل على المجاور. فين المقابل اهو؟ اللي في وش الزاويه اهو. اللي هو ألف دال اللي هو ب3.2 على. ها. المجاور. فين المجاور؟ ايه، انا سمعت حد بيقول لي بقى الف باء. الف باء ده وتر، ما ينفعش يكون له اسم تاني غير الوتر. اهو دي زاوية صاد اهي، صح. المجاور ليها محدش يقول لي الف باء. الف باء ده وتر وتر. يبقى المجاور هو باء دال. باء دال بكام يا شباب؟ 2.4. خلي بالنا. خلي بالنا. ماشي. زائد جاء ألف اهو. نمسح اهو ونشوف الجاء ألف. ادي زاوية ألف اهي. الجاء. الجاء مقابل على وتر. ادي المقابل اهو. المقابل اللي هو في وش الزاوية باء جيم اللي هو ب3 على الوتر اللي هو ب5. بس ادخل كل الكلام ده على الآلة. يلا يلا الآلة الحاسبة بتاعتك معاك وجرب معايا. 1.8 على 2.4 في 3.2 على 2.4 زائد 3/5. طلعت معاك كام يا بطل؟ ها، الناتج هيطلع بكام؟ ب8/5. تمام كده. يبقى هي دي مين القيمة اللي هو عايزها. صعبة؟ يبقى هي كل حاجة معتمدة بس على مين؟ على نظرية أقليدس. يلا يا بطل اللي بعد. يقول لي في الشكل المقابل. ماله يا عم الشكل المقابل؟ وعندي ألف باء جيم مثلث قائم زاوية في ألف. كلام جميل. ألف باء ب8 باء جيم ب10. اوجد قيمة جا جاتا جاتا جا. طيب ركز بقى معايا كده. احنا قلنا ما دام جاء او جتا يبقى عايزين مثلث قائم. معانا مثلث قائم. تاني حاجه نفكر فيها كون الاضلاع الثلاثه انا عارفاه. تمام. انا معايا الوتر باء جيم ومعايا الف ب ناقص الالف باء اجيبه من نظريه فيثاغورس. برافو. يبقى اقول له نفس الكلام بقى. هقول له بما ان قياس زاويه الالف بتساوي 90 درجه، يبقى اذا الالف جيم هتساوي. خلي بالك الف جيم ده ضلع قايمه. ما دام ضلع قايمه ربع واطرح. ضلع قايمه صغير يبقى ربع واطرح. يبقى جذر اهو. اكتب الكبير الاول. يبقى 10 لكل تربيع ناقص 8 لكل تربيع هتساوي 6 سنتي. اروح عند الالف جيم ده كده اكتب عليه اهو واكتب عليه 6 سنتي. طيب اجيب بقى القيمه اللي هو عايز. اقول له يبقى اذا. تعالى نعملها بلون تاني. اذا جاب جاتا جيم زائد جاتا باء جا جيم بيساوي. امشي واحده واحده. يلا. جا باء ادي زاويه الباء. الجا جا مقابل على وتر. خلي بالك باء جيم ده الوتر اهو. دي الزاويه القايمه. يبقى اللي في وش الزاويه القايمه اسمه وتر. يبقى باء جيم هو وتر. لا ينفع اقول عليه مقابل ولا ينفع اقول عليه مجاور. اتفقنا. يلا. يبقى جا باء المقابل ب6 على الوتر ب10 في. يلا جاتا جيم. فين زاوية جيم؟ ركز معايا. زاوية جيم اهي. جاتا جاتا يبقى مجاور. ايوه الله ينور. المجاور ألف جيم. ألف جيم. تمام. يبقى ألف جيم ب6 على الوتر ب10 زائد جاتا باء. ادي زاوية باء اهي. جاتا. ها. جاتا اللي هو مين؟ المجاور. يبقى ألف باء 8 على الوتر 10 في جا جيم. ادي زاوية جيم اهي. جا مقابل الضلع اللي في وشها 8 على الوتر ب10. خلي بالك كمان من حاجة. خلي بالك من حاجة كمان. مش انت عندك الألف دي ب90؟
يبقى ايه علاقة الباء والجيم؟ يبقى الباء والجيم دول زاويتين متتمتين. يعني ايه زاويتين متتمتين؟ ها، يعني جاتا واحدة بتساوي جاتا تانية، صح؟ اهو فعلا جا ب طلعت بتساوي جاتا ج، وجاتا ب طلعت بتساوي جا ج. يبقى انا كده ايه مظبوط. اضرب يلا بسط في بسط، مقام في مقام، 6 في 6 ب36، 10 في 10 ب100، زائد 8 في 8 ب64، 10 في 10 ب100. يلا 36 زائد 64 100، يبقى 100 على 100 بتساوي 1. يبقى القيمة اللي هو عايزها دي بكام؟ بواحد. صعبة؟ ركز معايا، الأسئلة دي من الأسئلة اللي بتيجي كتير في الامتحانات. وخلي بالك خلي بالك خلي بالك عشان ما تتلخبطش بين المجاور والوتر. الوتر طلعه أول حاجة، دي الزاوية ألف، فالضلع اللي قصادها ده هو الوتر، يبقى بقى جيم ده هو الوتر، واكتب عليه الوتر كده. تمام. طيب يبقى المجاور لجيم، خلاص ما ينفعش اقول جيم باء لان جيم باء ده وتر، يبقى المجاور للجيم الف باء. ماشي يا شباب؟ طيب يلا وقف الفيديو وحل. لازم توقف الفيديو بعد ما احل المسألة وتحل معايا عشان تشوف نفسك انت فهمت المسألة ولا لا، لان الرياضة لازم احل. الرياضة لازم احل، ما ينفعش اتفرج بس بعد كل مسألة. بعد اذنك وقف الفيديو وحل المسألة تاني، شوف فهمتها ولا لا. ماشي، هي دي المذاكرة الصح. يلا بيقول لي إذا كان المثلث أ ب ج قائم الزاوية في باء. طيب المثلث مش مرسوم، يبقى أول حاجة أروح أرسم. مثلث جميل زيك أهو بيسمع الكلام، اسمه أ ب ج، وقائم الزاوية في باء. باء فعلا هي اللي خلتها قائم. أ ج ب5 سنتي، باء ج ب4 سنتي. اثبت أن. طيب ولا يهمني ما دام في جتا، خلاص اجيب اضلاع المثلث كلها. انا عايزه مين دلوقتي؟ ها، انا عايزه الالف باء، صح؟ يبقى اقول له نفس الكلام، اقول له بما ان قياس زاويه الباء هتساوي 90 درجه. يبقى اذا يلا اجيب الف باء ازاي؟ الف باء ده ضلع، ضلع يبقى ربع واطرح. يبقى الالف باء هتساوي جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع، تطلع بتساوي 3 سنتي. يبقى الألف بقى ده كده ب3 سنتي. طب أنت عايز إيه يا عم؟ أنا عايز أثبت إن في طرف يمين بيساوي طرف إيه؟ أيسر. خلاص فأقول له أشتغل ما دام اثبت يبقى في طرفين، يبقى أنا أمسك الطرف الأيمن أشتغل عليه والطرف الأيسر أشتغل عليه، ولازم الطرفين يطلعوا إيه؟ ها؟ يطلعوا متساويين لأن في علامة اليساوي إيه؟ طلعليش كل واحد برقم. يلا يبقى أقول له الطرف الأيمن بيساوي 1 زائد ج تربيع ألف بيساوي، يلا 1 زائد ج تربيع ألف. خلي بالكوا إن ج تربيع ألف هي ج ألف الكل تربيع، لأن التربيع على الج. تمام؟ طيب فين الألف؟ إيه؟ ج يبقى المقابل على الوتر، يبقى 4 على 5 وربع. تمام؟ يبقى 1 زائد 4 أس 2 ب16، 5 أس 2 ب25. عايز تعملها على الآلة الحاسبة اعمل، عايز تخلي الواحد ده 25 على 25 اللي يعجبك. يبقى 1 زائد شرطة كسر 16 على 25، يطلع الناتج كام؟ 41 على 25. تمام، يبقى أنا كده جبت قيمة الطرف الأيمن. تعال نشوف الطرف الأيسر. الطرف الأيسر بيساوي، يلا 2 جتا تربيع ج زائد جتا تربيع ألف بيساوي، يلا أدي الاتنين. جتا تربيع ج يعني جتا ج، تعال نجيب جتا ج كده، أدي زاوية ج. جتا يبقى المجاور 4 على الوتر ب5، وأدي الكل تربيع، زائد جتا تربيع ألف، أدي زاوية ألف أهي. جتا ألف، جتا ألف، فين الضلع؟ دي زاوية ألف أهي، فين الضلع اللي لازق فيها؟ ألف باء، لأن خلاص ألف جيم اللي لازق فيها ده اسمه الوتر، فملوش اسم إلا الوتر، ملوش اسم إلا الوتر. تمام؟ يبقى ألف الجتا بتاعتها 3 على 5 الكل تربيع. يلا اعمل على الآلة الحاسبة، اعمل 2 في، يلا افتح قوس حط 4 على 5 الكل تربيع، زائد افتح قوس 3 على 5 الكل تربيع، واضغط يساوي. طلع كام يا بطل؟ 41 على 25.
تمام. بص الرقم ده والرقم ده طلعوا زي بعض ولا لا؟ بس تقول له اذا الطرفان متساويان. صعبة؟ صعبة؟ اوعى تكون مش بتوقف الفيديو وتحل، ازعل منك. يلا اللي بعده. خلي بالكم مسائل شبه المنحرف من المسائل المهمة جدا 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 جدا، يعني اكتبوا عليها كده مهمة جدا 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 من هنا للسنة الجاية. ماشي؟ طيب أول حاجة رسمة مش مرسومة أرسمها. يقول لي والله أنا عندي شبه منحرف متساوي الساقين. كلنا عارفين شبه المنحرف بيترسم إزاي، فأنا هرسم. يعني هو مش جايب لي رسمة فاكرني مش هعرف أرسمه؟ لا أعرف أرسمه، صح؟ يلا ماشي يا عم. اسمه ايه؟ اسمه ألف باء جيم د. طيب ألف د ب4 سنتي، كلام جميل. وألف باء ب5 سنتي، وباء جيم ب12 سنتي. اثبت أن ضا جا جتا. خلاص بقى، مادام في ضا جا جتا عايزة مثلث قائم. أجيبه منين؟ أجيبه منين؟ ها أقدر أجيب مثلث قائم؟ فكروا كده. هم؟ بصوا، ايه رأيك لو انا من ألف دي نزلت كده عمود، ومن دال كده نزلت عمود؟ الله، ده انا جبت مثلثين. صح، جبت مثلثين اهو. فانا عندي ده مثلث قائم اهو، وده مثلث قائم اهو. سمي دي مثلا واو، ودي هاء. تمام. فانا عملت عمل، ما دام عملت عمل لازم اقول له كده. اقول له العمل نرسم ألف واو عمودية على باء جيم. وعملنا ايه تاني؟ دال هاء عمودية على باء جيم. يبقى لما اعمل عمل لازم اقول له انا عملت عمل. طيب البرهان بتاعنا بقى، اقول له البرهان. زيت شعر البرهان، ركز معايا، ده البرهان بتاع المسألة. يلا ها. طيب انا لما قسمت او لما عملت عمودين، شبه المنحرف ده اتحول ليه؟ اتحول كده لمستطيل، صح؟ ومثلثين متطابقين. يبقى لما انزل العمودين من شبه المنحرف هيبقى عندي مستطيل ومثلثين متطابقين. تمام. يلا، طب انا عرفت منين اللي ده مستطيل؟ اهو اللي انا عندي الالف دال بتوازي الواو هاء، صح؟ طيب وعندي ده عمود، يعني دي زاوية 90 درجة، وده عمود دي زاوية 90 درجة. طب ما في توازي، التوازي ده كده بصوا عمل لي حرف اليو، فالزاوية دي 90 يبقى الزاوية دي زيها 90. طيب هنا برضو في حرف اليو اهو، فهنا زاوية 90 يبقى الزاوية دي 90. قلنا حرف اليو كان مجموع الزاويتين ب 180، واحدة 90 يبقى أكيد التانية كام؟ 90. صح يا شباب؟ بس فاقول له الاول اللي ده مستطيل. اقول له ازاي؟ خلاص بقى عندي شكل رباعي زواياه كلها 90 درجة، يبقى ده ايه؟ مستطيل. تعال اكتب له الكلمتين دول يلا. بسم الله. هاجي اقول له والله بما ان انت قايل لي ان الالف دال بتوازي الباء دي، وانا عملت عمل حلو مش العمل بس انا مع ايه الف واو عمودية على الباء جيم، و دال هاء برضو عمودية على الباء جيم. يبقى إذا ألف واو هاء دال ده مستطيل. يعني إيه مستطيل؟ يعني الألف دال قد الواو هاء 4 سنتي. يبقى إذا الواو هاء بتساوي الألف دال بتساوي 4 سنتي. طب ركز كده معايا، الحتة دي جبتها ب4 سنتي، والباقي جيم كلها ب12. يبقى ال 12 سنتي خدت منهم 4، يتبقى كام؟ اتبقى 8 هيتوزعوا على المثلث ده، سوري، هيتوزعوا على الباء واو والهاء جيم. طب انا لسه قايله لك ان المثلثين دول متطابقين، يعني الباء واو بتساوي الهاء جيم. يبقى انا معايا 8 هقسمهم على الاتنين، كل واحد هياخد كام؟ 4 بس. فاكتب له الكلمتين دول. اقول له والله بما ان، معلش يا جماعه بالراحه بس. ها اهو هقول له والله بما ان المثلث، ركزوا بقى، الف واو باء يطابق المثلث دال او الف اللي فوق، يبقى اقول دال اللي فوق، وبعد كده نزلت على الزاويه القايمه يبقى انزل هنا على الزاويه القايمه اللي هي هي، وبعد كده جيم. يبقى اذا الباء واو هتساوي الهاء جيم
هتساوي 12 ناقص 4 على 2 اللي هي 8 على 4 8. ركزوا معايا، 12 ناقص 4 8، يبقى 8 على 2 فيها ال 4 سم. تمام، يبقى انا جبت الباء واو ب 4 سم والهاء ج ب 4 سم. طيب انا معايا في المثلث اللي على اليمين دوت، انا عندي ده 5 وده 4، اقدر اجيب الف واو؟ ها، الله ينور، اقدر اجيبه ازاي؟ ها، من نظريه فيثاغورس. صح صح معايا كده، محدش يسرح. المسائل دي مهمه، مهمه، دي اهم الافكار اللي بتيجي في حساب المثلثات، فركز بقى. تمام، يلا يبقى اقول له في المثلث أ باء واو بما أن قياس زاوية أ واو باء بتساوي 90 درجة، يبقى إذا الألف واو هتساوي جذر ربع واطرح لأن ده ضلع، يبقى 5 أس 2 ناقص 4 أس 2 هتطلع ب3 سم. كلام جميل. طب انت يا عم عايز ايه بقى؟ خلاص بقى، ما انا كده ظبطت الدنيا. انت عايزه مثلث قائم، عملت مثلثي. طيب كنت عايزه الاضلاع، جبت الاضلاع. طيب انت يا عم عايز ايه؟ واحده واحده، وعايز القيمه دي. يلا تعال نجيبها كده مع بعض بالراحه، واحده واحده. يلا، يبقى اذا يلا ادي 5، ادي شرط الكسر زي ما هو عامل، ادي ال5 اهي في ظا باء. فين الباء اهي؟ تعال نمسح الشخبطه دي بس كده. يلا ظا باء، ادي الباء. نكتب دي كده 3 سم عشان ما نتلخبطش. ادي الباء اهي. ظا يبقى المقابل على المجاور 3 على 4. تمام. في جاتا جيم. فين الجيم؟ ادي زاوية الجيم اهي. جاتا يبقى المجاور على الوتر، ما ده 5 يبقى ده كمان 5. صح، يبقى الجاتا المجاور الضلع اللازق في الجيم اللي هو جيمها اللي هو ب4 على 5. ماشي، يلا على، يلا جا تربيع جيم، ادي الجيم اهي. جا جيم، بصوا جا يبقى المقابل، يبقى ده برضه ب3. صح، يبقى المقابل ده الهاء ب3 على الوتر ب5. وما تنسوش الكل تربيع زائد ها جتا تربيع باء. ها، ادي الباء اهي. فين الجتا اهو؟ المجاور على الوتر، المجاور ب4 على الوتر ب5. الكل تربيع واضغط يساوي. يلا ركز بقى معايا، ال5 دي هتروح مع ال5 دي، وال4 دي هتروح مع ال4 دي، بقى فوق كام؟ 3 على 3 أس 2 ب9، 5 أس 2 ب25 زائد 4 أس 2 ب16، 5 أس 2 ب25. خلي بالك هنا دي 3 على 9 زائد 16 25 على 25. 25 على 25 دي كام؟ 1. 3 على 1 فيها التلاتة. قال لا، طلعت بتساوي 3 اهي. شفت احنا شطار ازاي؟ شفت احنا شطار ازاي؟ تمام. صعبة؟ يبقى هي تحسها صعبة كده بس هي سهلة جدا لو مشينا واحدة واحدة وبالراحة. عندي شبه منحرف، انزل عمود انزل عمود، بقى عندي مستطيل ومثلثين متطابقين. تمام. الحتة دي قد الحتة دي، هنا 4 يبقى الحتة دي ب4. طب دي كلها كانت ب12، خدت منها 4 يتبقى لي 8، يتوزعوا هنا وهنا قد بعض، يبقى الباء واو والهاء ج ب4. ماشي. طيب بعد كده اصبح عندي مثلث قائم في ضلع القايمه اللي هو الف واو ده ناقص، اجيبه من نظريه فيثاغورس. بقت كل حاجه معانا. خلاص بقى دام كل حاجه معانا، اروح بقى اجيب اللي هو ايه عايزه. صعبه؟ وقف الفيديو وحل. انا شايفاك، وقف الفيديو وحل. طيب إيه اللي بعد؟ بيقول لي أ باء ج د شبه منحرف. ماله يا عم؟ في أ د بتوازي الباء ج. طب يلا نرسم. بس خلي بالك بقى عندك زاوية قائمة، فمش هينفع نرسمه زي المرة اللي فاتت لأن أنا عندي زاوية قائمة. دام عندي زاوية قائمة يبقى لازم إيه؟ أعمل زاوية قائمة. ده كده شبه المنحرف القائم الزاوية. ماشي يا عم. أ د اسمه إيه؟ اسمه أ باء ج د. الباء ب90، ادي الباء ب90. ماشي يا عم. أ د بتوازي الباء ج. ماشي يا عم. أ باء ب3 سم. أ د ب6 سم. باء ج ب10 سم. اثبت أن جتا ظا. خلاص، جتا ظا يبقى راح أدور على مين؟ على مين؟ على مثلث قائم.
فين المثلث القائم؟ ها ها الله ينور عليك، هنزل عمود. يلا نزل من دال كده، ننزل عمود. يلا سميها اللي يعجبك، سميها واو. بس فاقول له العمل، هنا عملنا عمل واحد بس. العمل نرسم دال واو عمودية على الباء ج. نفس الكلام بقى. أصبح عندي إيه؟ ها؟ أصبح عندي مستطيل ومثلث، صح؟ ألف دال ب6، يبقى أكيد الباء واو دي كمان زيها بكام؟ ب6 سنتي. يبقى الواو ج بكام؟ أهي دي 10، خدت منها 6، يبقى يتبقى 4 سنتي. أنا سمعت حد بيقول أقسم على الاتنين، ده أنا هزعل وأجيب ناس تزعل. تقسم على الاتنين ليه؟ هو في مثلث الناحية التانية؟ لا، ده انت واخوك اللي قاعدين. انت اخوك خد 6، يبقى انت تاخد الباقي من ال10، تاخد ال4. ماشي. بس في نفس الكلام اقول له البرهان اهو. بما ان الالف دال انت قايل لي انها بتوازي الباء دي، والعمل اللي عملناه دال واو عمودية على الباء دي، اهو ده بيوازي ده. تمام. ودي كده عمودية، يعني هنا في زاوية 90 درجة. طب ما ده حرف اليو، يبقى دي كمان ب90. والناحية التانية حرف اليو دي ب90 درجة، يبقى دي كمان ب90. ممكن نقول له كمان وقياس زاوية الباء بتساوي 90 درجة. يبقى إذا الألف باء واو دال مستطيل. يبقى إذا الباء واو هتساوي الألف دال هتساوي 6 سنتي. ماشي يا بطل. وكمان الألف باء هتساوي الدال واو. والألف باء دايما نبدأ بالمجهول، يعني هنا الأفضل فين المجهول؟ ده الواو، يبقى أقول له ده الواو هتساوي الألف باء هتساوي 3 سنتي. يبقى دي كمان اهي ب3 سنتي. تمام. إذا برضو الواو جيم الحتة النونة ديت عبارة عن مين؟ عن 10 ناقص 6، هيساوي 4 سنتي. يلا روح بقى للمثلث. خلاص المثلث 3 4، يبقى الوتر سمعني 5. الله ينور، 5 على طول. الله على المثلث 3 4 5. بس كده. فأقول له في المثلث د واو ج ماله يا عم؟ بما أن قياس زاوية د واو ج بتساوي 90 درجة، يبقى إذا ده الجيم أربع وأجمع، لأن ده وتر. يبقى 3 تربيع زائد 4 تربيع بتساوي 5 سنتي. يبقى ده ب5 سنتي. جبنا بقى الأضلاع والمثلث القائم زي الفل. نروح نشوف هو عايز ايه. عايز ايه يا عمو؟ بيقول عايز جتا دال جيم باء. تعال نجيب جتا دال جيم باء بيساوي دال جيم باء. بصوا كده، تعال نمشي معاه، هنمشي معاه ما تسرحش اهو. دال جيم باء. طيب هي دال جيم باء هتفرق عن دال جيم واو؟ اهي دي دال جيم باء. يا زعلانه، اهي دال جيم واو اهي. هتفرق لو انا مديت كده وسميت دي بقى؟ انا ما يهمنيش الواو ولا الباء، انا اهم حاجه راس الزاويه. فدال جيم واو هي دال جيم باء، مش هتفرق. اهم حاجه الزاويه واحده اللي هي الجيم. فانا دايما زاويه الجيم دي لازم ادخلها في مثلث قائم، عشان كده هشتغل على المثلث القائم اللي اسمه دال جيم واو. تمام. فدال جيم واو هي دال جيم باء. ماشي يا حلوين. يبقى دال جيم باء هشتغل على دال جيم واو، لان هي دي الزاويه جيم كده كده، اللي يهمني راس الزاويه جيم. تمام. يلا يا بطل. الجتا مجاور على وتر، ادي الجيمة. فين اللازق فيها؟ المجاور اللازق فيها 4 والوتر ب5. تمام. طيب ظا ألف جيم باء. ألف جيم باء لو انت خدت بالك كده مشيت مع الزاوية هتحتاج اللي احنا محتاجين نوصلها. بص ألف وبعد كده دي جيم وبعد كده باء. صح يا بطل؟ شايفها ولا لا؟ اهي تاني اهي. ألف جيم باء اهي. ماشي اهي. يلا دي الزاوية، انا عايزة الظا ليه ايه؟ تنسيت ليه؟ مقابل على مجاور، يبقى دي المقابل اهو. تمام. والمجاور اللي هو اللي لازق فيه، يبقى كام؟ 3/10. تمام. يلا يبقى اذا جاتا
زاوية د ج ب ناقص ظا ألف ج ب. محدش يقول لي بيساوي نص وعايز يثبت. ما دام عايز يثبت لازم اثبت له. اقول له بيساوي 4/5 ناقص 3/10. الخمسة دي عشان تبقى 10 سهلة اضرب في 2 صح؟ يبقى الخمسة دي اضربها في 2 يبقى الأربعة زي اضربها في 2 عشان ما تزعلش. يبقى 8/10 ناقص 3/10 يتبقى لي 5/10 اللي هي بنص. ايه رأيك بقى؟ شفت احنا شاطرين ازاي؟ نص فعلا. ثبت اللي هي بتساوي نص زي ما هو عايز. صعبة؟ صعبة؟ طب ركز معايا يلا. مم. الشكل المقابل ماله يا عم؟ عندي ألف باء جيم مثلث حاد الزوايا. ماشي. ماله بقى؟ ألف دال عمودية على الباء جيم. باء جيم ب12. اوجد بالخطوات قيمة ألف باء جتا باء زائد ألف جيم جتا جيم. طبعا عايزة مثلث قائم. ما دام جتا يبقى أنا عايزة مثلث قائم. في مثلث قائم أهو، مثلث قائم الناحية التانية. طيب تاني خطوة اللي أنا أفكر أجيب الأضلاع. طب أنا معايا ضلع واحد هقدر أجيب باقي الأضلاع؟ ها فكروا كده. انا معايا بقى جيم بس هقدر اجيب باقي الاضلاع؟ ها هلا هون. هم؟ لا صح. هجيبها ازاي؟ لا في ثورس نافعه ولا مش عارف. سيب المساله وامشي والمساله صعبه؟ لا. لو المعطيات ما قدرتش تساعدك انزل على المطلوب لعل وعسى. هو مش عايز القيمه دي؟ طب ما تشوفها كده الف باء عارف عنها حاجه؟ لا نزلها زي ما هي. تمام يلا جاتا باء في يلا. جاتا باء ادي زاوية باء اهي موجودة في مثلث قائم الحمد لله. جاتا مجاور على وتر. فين الضلع اللازق في الباء؟ ها شاطر. باء د على الوتر اسمه ألف باء. يلا زائد ألف جيم عارف عنها حاجة؟ لا تنزل زي ما هي. في جاتا جيم ادي الجيم اهي. جاتا فين الضلع اللازق فيها؟ جيم د على الوتر ألف جيم. ايه رأيك بقى؟ بص كده دي راحت مع دي. دي راحت مع دي. ايه تبقى ايه المقام واحد اهو. نختصر حاجه من فوق مع حاجه من تحت بسط مع مقام. فيتبقى لي ايه يا بطل؟ بص كده باء دال من هنا زائد ايه جيم دال من هنا. روح شوف بقى الكلام ده على الرسمه كده. باء دال ايه زائد دال جيم ايه. هيدوك مين؟ باء جيم. يقول له بيساوي باء جيم والباء جيم مديها لك بكام بقى؟ ب 12 سم. بس كده. صعبه؟ صعبه. طيب اللي بعد. يلا يا حماده اعمل ايه؟ ايوه نقرا المسألة الاول بعدين نشوف هنعمل ايه صح. بيقول لي في الشكل المقابل مال. عندي الف باء عمودية على الف ج كلام جميل. الف باء ب7 كلام جميل. باء ج ب25 كلام جميل. الف د بيساوي الدال ج كلام جميل. اعمل ايه؟ ظا يبقى انا عندي مثلث قائم موجود المثلث القائم. اشوف اضلاعه على طول اقدر اجيبها ولا ما اقدرش؟ الف باء عارفاه باء ج عارفاه يبقى على طول اقدر اجيب الالف دي. بس فاقول له فيه المثلث أ باء ج بما أن قياس زاوية الألف بتساوي 90 درجة يبقى إذا أ ج هتساوي أ ج ده إيه؟ هزعل. اوعى تقول وتر. اوعى. اوعى. وتر ليه؟ وتر ليه؟ هو ضحك عليك. ضحك عليك وقلب للمثلث. الوتر بتعرفه منين؟ ادي الزاوية القايمة. الوتر هو اللي في وش الزاوية القايمة. الوتر هو اللي في وش الزاوية القايمة. يبقى الوتر يا حبيبي باء جيم. باء جيم ده هو الوتر اهو. غير كده مش دي الزاوية القايمة؟ الضلعين اللي ماسكين فيها في المربع بتاع الزاوية القايمة هم دول ضلعين القائم. ماشي يا روح قلبي. يبقى الباء جيم ده اكتب عليه الوتر. اوعى تنسى الوتر اللي قدام الزاوية القايمة. وكمان اهي دي الزاوية القايمة. يبقى الضلعين اللي ماسك فيهم المربع دول هم دول ضلعي القائم. يبقى ألف جيم ده ضلع يبقى ربع واطرح عشان ده صغنن اهو. ده بصوا الجذر زعل. يبقى 25 لكل تربيع ناقص 7 لكل تربيع. يلا انت نايم ليه؟ قوم اعمل على الآلة. 25 تربيع ناقص 7 تربيع طلع كام معاكم؟ 24. يبقى الألف جيم ده كله ب24 سنتي. مركز على أنا منكم. يبقى الألف جيم ده كله ب24 سنتي. طيب
هو عايز مين؟ ظا جيم وظا ألف باء دال. خلي بالكوا هو عايز ظا ألف باء دال، يعني أنا عايز المثلث ده كمان هشتغل عليه. تمام. فلازم أجيب مين؟ ألف دال. فأقول له أنت والله مش لسه قايل لي. أقول له بما أن مش أنت بتقول لي إن الألف دال بتساوي الدال جيم؟ أهي ألف دال بتساوي الدال جيم، يبقى بتساوي إيه؟ نص الألف جيم. يبقى نص في 24 هيساوي 12 سنتي. يبقى دي 12 سنتي ودي 12 سنتي. يلا بقى يا بطل نجيب اللي هو عايزه. انت عايز ايه يا عمو؟ ظاجيم. اذا ظاجيم زائد واحد على ظا ألف باء دال. فين الجيم؟ ادي الجيم اهي. با مقابل ألف باء بسبعة على مجاور 24. يلا زائد واحد ظا ألف باء دال. تعالى نمسح الشخبطة دي اهو. دي كانت بكام يا بطل؟ دي كانت ب 12 سنتي. وعايز ألف باء دال. ألف باء دال يبقى الزاوية دي. الزاوية دي موجودة في أنهي مثلث قائم؟ تعال أحددهولك. دايما الزاوية لازم أحطها في مثلث قائم أهو. تحط يا بنتي تحط أهو أهي محطوطة في المثلث القائم النون وده أهو. تمام. يلا الظا مقابل على مجاور يبقى 12 على 7. تمام اهي مقابل ب 12 والمجاور 7. دي عشان ما تلخبطش ممكن تطلعها 7 على 12 يعني. لو ملخبطك سيبها زي ما كده ودخلها على ايه. اعمل 7 على 24 وبعد كده زائد اعمل شرط الكسر واحد وانزل على المقام اعمل شرط الكسر كمان واكتب 12 على السبع واضغط يساوي. يطلع لك كام يا بطل؟ ها طلعت معاك 7 على 8. نفس الكلام لو واحد على يعني المقلوب اصلا، فممكن بدل ما تعمل كده يبقى واحد زائد المقلوب. 7 على 24 زائد مقلوب 12 على 7. ما واحد على حاجة يعني مقلوبها. فتكتب 7 زائد 24 على 7 زائد 7 على ال 12. عملتها ولا لسه؟ بص انت تايه ليه بس؟ اهي بص اهي دي كده. ادي 7 على 24 صح؟ واحد على حاجة يعني مقلوبها، يعني اقدر اكتبها 7 على ال 12 بس. اكتب دي على الآلة يطلع لك 7 على 8. ماشي يا أبطال؟ طيب اللي بعد. اه ركز بقى معايا ركز معايا. مديني معين اعمل ايه وانا ناسي الخواص بتاع المعين. ركز يلا ها. يقول لي الف باء جيم معين ماله قطران متقاطعان في مين. الف باء بخمسة الف ميم باربعة. حد فاكر خواص المعين؟ ما انا لو انا مش فاكر خواص المعين مش عارفه احل المساله. مش هكدب عليك ايوه. فتعالوا نفتكرها مع بعض كده. كان خواص المعين القطران متعامدان. يبقى من خواص المعين ايه؟ ان القطران متعامدان وينصف كلا منهما الاخر. يبقى من خواص المعين ايه؟ انا ما سمعتش. الله ينور. قطرين بتوع المعين ايه الخواص بتاعتهم؟ يلا متعامدان وينصف كلا منهما الآخر وينصفان زوايا الداخلة. يعني لو الزاوية دي كلها مثلا 70 درجة يبقى الزاوية دي ب35 واللي جنبها دي ب35. تمام. طب لو دي ب140 كلها يبقى دي ب70. سوري دي 70 يبقى 110. دي لو 110 يبقى دي 55 درجة ودي 55 درجة. دي معنى كلمة ينصفان زواياه الداخل. تمام كده. طيب خلاص يبقى عرفنا أهم خاصية إن القطران متعامدان، يعني عندي مثلث قائم أهو. ماشي يا أبطال. يلا فاكتب له الكلام ده. هقول له بما أن أنت قايل لي إن الألف باء جيم دال ده معين.
تمام. يبقى إذا الألف جيم عمودية. هم، أهي قطران متعامدين، ألف جيم عمودية على الباء دي. تمام. يعني إيه بقى؟ يعني زاوية ألف ميم باء ب90 درجة. يبقى إذا قياس زاوية ألف ميم باء بتساوي 90 درجة. هم، صعبة؟ صعبة ولا ايه؟ يبقى أول حاجة ده معين، معين يبقى القطران بتوعه متعامدان، يعني انت عندي زاوية 90 درجة، يعني عندي مثلث قائم. ماشي يا باشا؟ طيب هو عايز بقى مين؟ قياس زاوية باء ألف د. تعال نشوفها كده. باء ألف د. بص، باء ألف د اللي هي الزاوية دي كلها. ركز بقى يا باشا كده معايا. أجيبها ازاي؟ جتا باء ألف د. ها ها ها، هي الزاوية دي أقدر أحطها في مثلث قائم؟ ها، ما أقدرش أحطها في مثلث قائم، صح؟ بس انا اقدر احط نصها في مثلث قائم، صح؟ بصوا كده، ركزوا بس معايا. بصوا كده، عشان اقدر اجيب الزاويه باء الف ميم، صح؟ ولما اجيبها اضربها في 2، صح ولا لا؟ مش انا لسه قايلين ان من خواص المعين القطران بينصفان زوايا الداخله؟ فانا لو قدرت اجيب الزاويه دي اضربها في 2، فيبقى معايا الزاويه دي كلها. طب انا عملت الحركه دي ليه؟ لان احنا مش هنقدر نجيب الزاويه الا لو كان معانا الجا او الجتا او الظا، صح ولا لا؟ ولا عشان يجيب الجاء او الجتا او الظا لازم المثلث بتاعي يكون قائم. ماشي يا شباب؟ بس فاشتغل واقول له فيه المثلث الف باء ميم. انت عايز ايه يا عم؟ انا عايزه اجيب الزاويه دي دلوقتي. ايه اللي انا عارفاه؟ او انا عارفه الضلع الف ميم وعارفه الضلع الف باء. يلا، الف ميم بالنسبه للزاويه ده لازق فيها، يبقى ده مجاور. والالف باء قصاد الزاويه القائمه يبقى ده وتر. مجاور ووتر، يبقى ده جتا. تقول له بما أن جتا زاوية باء ألف ميم بتساوي المجاور 4 على الوتر 5. يبقى إذا قياس زاوية باء ألف ميم هتساوي، يلا، مادام عايزة الزاوية بقول شيفت كوزين 4 على 5، وبعد اليساوي أضغط إيه؟ كوما، لأن دي زاوية درجات ودقايق وثواني. يطلع معاكم كام؟ يا ابني اعمل ما تكسلش. 36 درجة 52 دقيقة و12 ثانية. تمام؟ طيب احنا لسه قايلين اهو ان الشكل ده معين. تمام؟ يبقى اذا القطران، او ممكن اقول له بقى وبما ان، ممكن اعيدها له تاني. اقول له بما ان الالف باء ج د ده معين، اذا القطران ينصفان زواياه الداخلة. يبقى اذا قياس زاوية باء ألف د هتساوي 2 من قياس زاوية باء ألف ميم. بس الزاوية دي بقى اشترى اضربها في 2، تطلع كام؟ 73 درجة و44 دقيقة و23 ثانية. تمام؟ يبقى دي مبنية على معلومة قديمة بس اللي هي خواص المعين. خواص المعين القطران متعامدان، فعرفت من المعلومة دي اللي أنا عندي مثلث قائم أهو. تمام؟ بعد كده إن القطران ينصفان زواياه الداخلة. يعني إيه؟ يعني القطر ده كده بيقسم الزاوية الكبيرة دي بزاويتين قد بعض. فلو جبت الزاوية النون الصغننة ده دي كده، لو جبتها اضربها في 2 اكون جبت الزاوية الكبيرة. طب ليه عملت كده؟ لان انا محتاجة عشان اجيب زاوية محتاجة اجيب الجاء او الجتا او الظا، وعشان اجيب الجاء او الجتا او الظا لازم يكون عندي مثلث قائم، وده المثلث القائم اللي عندي، صح؟ طيب عايز ايه تاني؟ عايز مساحة المعين. هي المسألة كلها أصلا مبنية على حاجات تراكمية. مساحة المعين مين فاكر؟ نص حاصل ضرب طول قطرين. مساحة المعين نص حاصل ضرب طول قطرين. طيب قطر ده ب4، صح؟ يبقى الحتة دي كمان بكام؟ ب4. يبقى الألف جيم ده كله ب8. يبقى أنا ناقص لي أجيب مين؟ أجيب الباء د. نفس الكلام أروح أجيب الباء ميم، فأقول له فيه المثلث ألف باء ميم بما أن قياس زاوية ألف ميم باء بتساوي 90 درجة. يبقى إذا الباء ميم ده ضلع، صح؟
ضلع يبقى ربع واطرح، يبقى جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع هتطلع ب3 سنتي. يبقى إذا الباء ده كلها تساوي 3 في 2 هتساوي 6 سنتي. ماشي ولا إيه؟ والألف جيم كلها تساوي 4 في 2 هتساوي 8 سنتي. إذا مساحة المعين هتساوي نص في ألف جيم في الباء دي، يبقى نص في 6 في 8 هتطلع 24 سنتيمتر مربع. 24 سنتيمتر مربع، لأن دي مساحة يبقى سنتيمتر مربع. صعبة؟ يبقى مساحة المعين إيه؟ نص حاصل ضرب طولة قطرين. مساحة المعين، مساحة المعين نص حاصل ضرب طولة قطرين. تمام؟ طيب اللي بعده. ماشي يلا. بيقول لي عندي ألف باء ج قائم الزاوية في باء، اوجد قيمة جا ألف على جتا ألف. وإذا كان، إذا كان دي لأ، خلينا أشتغل على ده الأول، بعد ما أجيب ده بشوف بقى إذا كان. قائم الزاوية في مين؟ في باء، يبقى نرسم مثلث قائم الزاوية في باء. دي ألف باء ج. أنت عايز إيه؟ عايز جا ألف على جتا ج. بصوا ألف وج، امسك حرام امسك. الباء دي زاوية ايه؟ زاوية قايمة، يبقى الألف والجيم زاويتين متتمتين صح؟ لما هما زاويتين متتمتين يبقى جا واحدة بتساوي جت التانية، يبقى النسبة بينهم ما الاتنين بيساووا بعض، يبقى لما اقسمهم على بعض الناتج هيبقى كام؟ واحد. تاني اقول له بما ان والله انت قايل ان قياس زاوية الباء بتساوي 90 درجة صح؟ يبقى اذا قياس زاوية الألف زائد قياس زاوية الجيم هيساوي 90 درجة. كلام جميل، يبقى دول زاويتين متتمتين، يبقى إذا جا ألف هتساوي جتا ج. بس يبقى إذا جا ألف على جتا ج هتساوي، يلا شيل جا ألف وحط مكانها جتا ج، يبقى جتا ج على جتا ج هتساوي الواحد وشكرا. تمام. اوعى تنسى، اوعى تنسى ان الزاويتين المتتمتين جا واحدة بتساوي جتا التانية، اوعى تنسى. طيب نكمل بقى. وإذا كان، ماشي يا عم، إذا كان بقى إيه ضا هاء، في عندي زاوية اسمها هاء الظا بتاعتها بتساوي جا ألف على جتا ج. ده مفيش هاء في الرسم، وأنت عايز الهاء في الرسمة ليه؟ أنت عايزها ليه؟ ظا هاء ما تعرفهاش، اكتبها ايه ظا هاء بتساوي جا ألف على جتا ج. طب ما جا ألف على جتا ج أنت لسه جايبها بواحد، يبقى بيساوي واحد. يلا ظاها بتساوي واحد، ايه الزاوية اللي الظا بتاعتها بواحد؟ ردوا. 45 بس، يبقى إذا الهاء ب45 درجة. لو حضرتك ناسي، لو حضرتك ناسي اعمل شيفت تان واحد هيطلع لك ب45. تمام. ركز معايا. طيب المسألة اللي بعدها يا أبطال بتقول لي إيه؟ يلا صح صح كده معايا. ألف باء ج مثلث متساوي الساقين، روح على طول ارسم مثلث متساوي الساقين. يعني فجأة كده ما ينفعش افكر، هو بيقول لي مثلث متساوي الساقين ومش مرسوم، خلاص اروح ارسمه. ماشي يلا مين الف باء ج؟ بيقول لي الالف باء بيساوي الالف ج، بيساوي 10 سم، ده 10 سم وده 10 سم. طيب باء ج ب 12 سم، كتر خيره والله مدينا الاضلاع كلها. عايز زاوية باء. طب انا عشان اجيب زاوية باء محتاج اجيب يا اما الجا يا اما الجتا يا اما الظا، صح ولا لا؟ طيب وعشان اجيب الجا والجتا والظا عايزه مثلث قائم، عايزه مثلث قائم. اجيبه منين؟ اجيبه منين؟ ما هو مثلث قائم يعني انزل عمود، مش احنا في شبه خليك ذكي كده، مش احنا في شبه المنحرف عشان نعمل مثلث قائم نزلت عمود. يبقى نفس الكلام لما يبقى عندي مثلث متساوي الساقين برضه هنزل عمود اهو من زاويه الف كده اهو منزله عمود اهو. بس واسمي دي دايره ايه يا عم؟ فاقول له العمل نرسم ألف دال عمودية على الباء دي، فبقى عندي مثلث قائم. طيب فكر بقى كده واسترجع الذكريات كده، لما كان يبقى عندي مثلث متساوي الساقين ومن رأس الزاوية نزلت عمود، كان العمود ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ها؟
بينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس. ها، كان العمود بيعمل ايه؟ بينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس. تمام. فارجع اقول له بقى البرهان اهو، اكتب له الكلمتين دول البرهان. البنات اللي بتضحك ده مش زيت شعر البرهان والله. فركزوا معايا. يلا ها، ماشي، نقول له بقى الكلمتين دول. نقول له والله بما ان الالف بقى عندي بيساوي الألف جيم وألف دال عمودي على الباء جيم، يبقى إذا دال، ممكن أقول له دال منتصف الباء جيم، أو أقول له على طول باء دال بتساوي الدال جيم. إذا باء دال بتساوي الدال جيم بتساوي نص الباء جيم، هتساوي نص في 12 ب6 سنتي. ماشي؟ ماشي ولا؟ خلي بالك بقى، رسمت عمود في المثلث المتساوي الساقين، يبقى العمود ده بيعمل ايه؟ بينصف القاعدة، بينصف زاوية الرأس. اللي يمين هنا بينصف القاعدة، الجزء ده قد الجزء ده، يبقى دي ب6 سنتي ودي ب6 سنتي. صعبة؟ طيب احنا اتفقنا بنجيب الأضلاع، ألف د أقدر أجيبه؟ أيوه، هقول له في ده مثلث قائم، خلاص بقى عرفنا ده مثلث قائم، يبقى الألف د أربع وأطرح لأن ده ضلع قايم، أقول له في المثلث ألف باء د بما أن قياس زاوية ألف د باء تساوي 90 درجة، يبقى إذا الألف د يا عم هتساوي جذر 10 تربيع ناقص 6 تربيع تساوي 8 سم. يبقى الألف د ده كده ب 8 سم. جبتهم؟ يلا روح شوفوا عايز إيه. عايز قياس زاوية باء. قياس زاوية باء. يلا قياس باء، أدي الباء أهي. إيه الأضلاع اللي أنا عارفاها للباء؟ عارفة ده 6. ده بالنسبة للباء إيه؟ يعني إيه بالنسبة للباء إيه؟ مقابل ولا مجاور ولا وتر؟ ده لازق في الباء، ما دام لازق في الباء يبقى ده المجاور. والألف باء ده وتر، مجاور ووتر يبقى جتا. تمام، يبقى اقول له بما ان جتا باء بتساوي، يلا جتا يبقى المجاور ب6 على الوتر ب10، اذا قياس زاوية باء هتساوي، يلا امسك الآلة ما دام عايز زاوية بعمل شيفت كوزاين، يلا شيفت كوزاين كام؟ 6 على 10. اوعى تنسى كوما، لازم بعد يساوي تضغط كوما، يبقى 53 درجة و7 دقايق و48 ايه ثانية. ده كده المطلوب ايه اول. بعد كده عايز ايه؟ عايز مساحة المثلث. يلا مساحة المثلث، ها، نص القاعدة في الارتفاع. ها، مين فاكر مساحة المثلث تساوي نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص ادي القاعدة بتاعت المثلث اهي بقى جي في الارتفاع، الارتفاع اللي هو دايما بيبقى عمودي الالف ده بس، يبقى دي النص فيه بقى ج ب12 في الالف د جبناه بكام؟ ب8. نص ال 12 كام؟ نص ال 12 6، 6 في 8 ب 48 سنتيمتر ايه مربع. صعبة؟ بالله عليك ركز في الأفكار دي، الأفكار دي كلها أفكار امتحانات، الأفكار دي كلها أفكار امتحانات، فركز ركز ركز ركز. صح صح. سيب لكم دي تحلوها. تمام، حلوها ابعتوا لي الحل في الكومنتات. ماشي، يلا نيجي هنا للمستطيل، عشان بقى مش حارمكم من حاجة اهو. خدنا شبه المنحرف، خدنا المثلث المتساوي الساقين، خدنا المستطيل، خدنا المعين، فكرتكم بكل حاجة اهو. مش عايزة حد ينقص. الترم الأول فرصة، الترم الأول فرصة إن احنا نقفل رياضة بإذن الله. طيب الشكل المقابل بيقول لي ألف باء ج ده المستطيل، ماشي يا عم. ألف باء ب5 باء ج ب12، عايز طول الألف ج. والله طيب وحنين، ألف ج موجود في مثلث قائم، يبقى استخدم نظرية ها فيثاغورس بس، فأقول له في المثلث ألف باء ج، والله بما أن قياس زاوية الباء تساوي 90 درجة، يبقى إذا الألف جيم ده وتر. أجيبه إزاي؟ ها، أربع وأجمع، يبقى جذر 12 تربيع زائد 5 تربيع. اعملها اللي لسه ما حفظتش أضلاع المثلث القائم. جذر 12 تربيع زائد 5 تربيع ب 13 سم، يبقى ده كده ب 13 سم. الحمد لله أول مطلوب سهل. طيب تاني مطلوب عايز إيه؟ 5. سيبك من ال5، ألف ج د. ألف ج د دي الزاوية. طب هقول له والله بما أن
انت قايل لي ان الالف باء ج د ده مستطيل، صح؟ يبقى اذا الالف د هتساوي الباء ج هتساوي 12 سم، يبقى ده ب 12. والدال ج هتساوي الالف باء هتساوي 5 سم، صح؟ وده هيساوي ده، يبقى ده ب5 سم. يبقى انا الجيم اهي موجوده في المثلث. ممكن اقول له كمان لان دي مش عامل لي عليها زاويه قايمه، يعني ممكن اقول له اذا كمان قياس زاويه الدال بتساوي 90 درجه، صح؟ هو مش عامل لي عليها زاويه قايمه، فقول له ما ان الشكل ده مستطيل يبقى انا عندي الضلع ده بيساوي الضلع ده، والضلع ده بيساوي الضلع ده، تمام؟ والدال قائم، فبقى عندي مثلث قائم وعرفت اضلاعه الثلاثه، يبقى اقدر اشتغل عليه. بس يلا يلا. وعايز مين؟ 5 ظا ألف ج د ناقص 13 جا د ألف ج. يلا يا بطل، ادي الخمسة في ألف ج د، دي الزاوية. ظا مقابل على مجاور، يبقى 12 على 5 ناقص ادي 13 اهي في جا د ألف ج. بص د ألف ج يعني دي الزاوية، جا يبقى المقابل على الوتر 5 على 13. يلا يا عم يلا، دي هتروح مع دي، دي هتروح مع دي، يبقى اتبقى لك 12 اهي ناقص 5. 12 ناقص 5 ايه؟ يا اللي بتمسك الآلة وبتعمل 12 ناقص 5 والله عيب، عيب. 12 ناقص 5 7. 7. 12 ناقص 5 كام؟ 7. طيب بعد كده بيقول لي اوجد قيمة س في كل مما يأتي. عادي جدا ولا يهمني، يلا واحدة واحدة. ها، س اهي في جتا 60. مين فاكر جتا 60 بنص؟ جتا 60 بنص بيساوي جا 30. جا 30 بنص زائد ظا 45. ها، واحد. واحد زائد نص بواحد ونص، يبقى س في نص اللي هي نص س. واحد زائد نص اللي هي واحد ونص اللي هي 3 على الاتنين. اعملها على الآلة بقى او اعملها يعني، ما خلاص بقى قلنا واحد زائد نص بواحد ونص اللي هي 3 على الاتنين. نص س بتساوي 3 على الاتنين. السين اهي قدامها كسر، بضرب في مقلوب الكسر، اضرب هنا في 2 على 1 وهنا في 2 على 1. دي راحت مع دي يبقى س بتساوي 2 هتروح مع الاتنين يبقى س بتساوي 3. وشكرا. صعبة قوي، صح؟ صعبة جدا. يلا 2 س تنزل زي ما هي، ضا 45 ها سمعني بواحد بيساوي ضا 60. اللي لسه ما حفظتش هتحفظ امتى؟ ضا 60 جذر 3 جتا 30 جذر 3 على الاتنين، جتا 30 جذر 3 على الاتنين. خلي دي مقامها واحد عشان يبقى سهل تضرب. 2 س في واحد 2 س بيساوي، اضرب بسط في بسط مقام في مقام، جذر 3 بجذر 3 ب3 على واحد في 2 ب2. يلا السين قدامها 2 يبقى اقسم هنا على الاتنين واقسم هنا على الاتنين. الاسم على الاتنين كده بتضرب في نص، تمام؟ يبقى السين هتساوي 3 على 4. اعملها على الآلة يا ابني، اعملها على الآلة. اعمل 3 على الاتنين على الاتنين، 3 على 4. اوكي. اللي بعد، اللي بعد. وقف الفيديو وحل يلا. يلا يا أبطال. بيقول لي ها جتا 3 س زائد 6 بيساوي نص. ولا يهمني اهو دي الزاوية، صح؟ بسأل نفسي ايه الزاوية اللي الجتا بتاعتها بنص؟ ها، ايه الزاوية اللي الجتا بتاعتها بنص؟ لسه قايلين جتا 60، يبقى المفروض 3 س زائد 6 بتساوي 60 درجة. طيب يلا هنا موجب 60 اوديها الناحية التانية، يبقى 3 س ها هي دي 6. انا برضه عمالة اقولها تطلع صفر ازاي، معلش حقكوا عليا. هي 3 س زائد 6 بتساوي 60، تمام؟ جتا 60 بنص يبقى المقدار ده كده ساويه بال60. يلا هنا موجب 6 وديها الناحية التانية، يبقى 3 س بتساوي 60 ناقص 6. هاي شايفاك يا اللي بتعمل على الآلة، عادي عادي. 54. يلا نقسم هنا على التلاتة ونقسم هنا على التلاتة، يبقى الس بتساوي، اعمل على الآلة يا ابني. ها، الس بتساوي 18 درجة، تمام؟ صعبة؟ طيب انت حتى اعملها، اعمل كده 3 في 18
زائد 6. شوف هتطلع لك فعلا 60 ولا لا. شيل السين دي وحط قيمتها، حط 18. شوف هتطلع لك 60 ولا لا، واعمل جتا 60، شوف هتطلع لك بنص ولا لا. ماشي. يلا 3 ض س زي ما هي اهي، 3 ض س ناقص 4 جتا تربيع 60. يلا جتا 60 لسه قايلين بنص، يبقى في نص ورا ننساش 4 بيساوي 8 جا 30 بنص وما ننساش 4. هو حد يقول لي اوعى دي تروح مع دي؟ ده انا اقتلك وقت لنفسي. خلي بالك في هنا ناقص، شايف؟ لو الناقص دي مش موجودة، يعني لو كانت كده ماشي، لكن ما ينفعش ناقص موجودة وتقول لي دي تروح مع دي، ده انا اللي هروح فيه. ماشي. يبقى 3 ظا س هتنزل زي ما هي، ناقص يلا 4 في نص تربيعها ربع يساوي 8 نص تربيعها ربع. يلا دي هتروح مع دي يتبقى واحد، يبقى 3 ظا س ناقص واحد يساوي على 4 فيها الواحد، 8 على 4 فيها الاتنين يبقى 2. يلا سالب واحد أوديه الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 3 ض س بيساوي 3. أقسم هنا على التلاتة وأقسم هنا على التلاتة، يبقى ض س بواحد. مش هتكلم، ض س بواحد يبقى السين 45. ض س بواحد يبقى السين بكام؟ 45. يلا يا بطل، هنا عايز ايه؟ ها بيقول لي جاسين. مالها جاسين؟ جاسين بتساوي ظا 30 جا 60. ايه ده؟ ادي جاسين. يلا ظا 30 واحد على جذر 3. ظا 30 قول معايا، ظا 30 واحد على جذر 3 في جا 60. جا 60 اللي هي جاتا 30 اللي هي جذر 3 على 2، دي راحت مع دي يبقى جاسين بنص. ايه الزاوية اللي الجا بتاعتها بنص او شيفت ساين نص؟ يبقى السين بكام؟ 30 درجة. اوعى تقف لحد كده وتقلب على السؤال اللي بعده. هو عايز سين يا ابني رك، وعايز سين وعايز 4 جاتا س جا س. يبقى اقول له اذا 4 جاتا س جا س بتساوي ادي الاربعه اهي. يلا جاتا س، جاتا س اللي هي جاتا 30 جا س اللي هي جا 30، يبقى بيساوي 4 جاتا 30 جذر 3 على 2 جا 30 بنص. بص بقى الأربعة فوق أهي، واتنين في اتنين بأربعة فوق أهي، يبقى جذر 3. صعبة قوي صح؟ يلا يا بطل وقف الفيديو وحل يلا. ماشي دي برضو زيها حلوها. طيب تعال نشوف واحدة فيها اثبت. مم. يلا بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت كل مما يأتي. والله ما دام اثبت يبقى أنا عندي طرفين، فأقول له الطرف الأيمن بيساوي يلا ظا 45 بواحد زائد ظا 30 واحد على جذر 3. يلا واحد ناقص ظا 45 بواحد ظا 30 واحد على جذر 3 صح؟ يلا يبقى واحد زائد واحد على جذر 3 على واحد ناقص واحد على جذر 3. عادي أنا ممكن أجمعهم بنفسي، إيه المشكلة يعني؟ أهو ممكن أخلي الواحد ده جذر 3 على جذر 3 زائد واحد على جذر 3، صح ولا لأ؟ وهنا برضو الواحد ده أخليه جذر 3 على جذر 3، مش أي حاجة على نفسها بواحد. فأنا أشيل الواحد وأخلي جذر 3 على جذر 3. مش معنى جذر 3 على جذر 3، أنا عايزة المقام جذر 3. ماشي يبقى ناقص واحد على جذر 3. يلا هنا جذر 3 وجذر 3 يبقى دي جذر 3 اهو، وهنا يبقى جذر 3 زائد واحد. يلا هنا دي جذر 3 وبعد كده جذر 3 ناقص واحد. بص هنا مقام وهنا مقام هيروحوا مع بعض، فيتبقى لي جذر 3 زائد واحد على جذر 3 ناقص واحد. ماذا نحن فاعلون؟ يا ابني فكر معايا كده، حلنا غلط صح؟ صح؟ ايه اللي انا عملته؟ هو عايز 2 جذر 2 زائد جذر 3، ايه اللي جاب 2 زائد جذر 3 لده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ يا ابني انت ماشي صح، والله ماشي صح، بس خليك واثق في نفسك. ايوه انت كده ماشي صح زي الفل. الفكره بقى ازاي تحول ده لده.
حبيبي مش احنا قلنا لما يبقى في جذر في المقام ما ينفعش اسيبه؟ كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل ايه؟ كنت بضرب في المرافق. كنت بضرب في المرافق. فاكر؟ كنت بضرب في المرافق. تانية اعدادي، تانية اعدادي، صباح الخير. ها، الحاجات دي خدناها في تانية اعدادي. كنت بضرب في المرافق صح؟ المرافق اللي هو كنت بغير الاشاره اللي في النص اهو. انا عايزه اتخلص من الجذر 3 اللي في المقام ده صح؟ بضرب في جذر 3 زائد 1 في جذر 3 زائد 1. بس اهو دول اضربهم على الآلة. تمام. جذر 3 اهو زائد 1 الكل تربيع، أو في نفسه يعني الكل تربيع. يطلع لك 4 زائد 2 جذر 3 على دول مترافقين. ليه؟ لأنهم زي بعضهم باختلاف الإشارة اللي في النص. يبقى جذر 3 بجذر 3 ب3. 3 ناقص 1 أهي. هنا 4 وهنا 2، أقدر آخد الاتنين عامل مشترك. بص تعالى نعملها فوق كده. 4 زائد 2 جذر 3 على 3 ناقص 1 2. أقدر آخد الاتنين عامل مشترك أهي، وافتح قوس. 4 على الاتنين فيها الاتنين زائد 2 جذر 3 على الاتنين فيها الجذر 3. وادي الاتنين اهي، فالاتنين دي هتروح مع الاتنين دي، طلعت بتساوي 2 زائد جذر 3 ولا لا؟ فخليك واثق في نفسك وافتكر الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. لما يكون في جذر في المقام بضرب زيه فوق بضرب في المرافق بتاعه، سوري، بضرب في المرافق بتاعه بسطا ومقاما. يعني ايه المرافق بتاعه؟ بغير الإشارة اللي في النص. هي جذر 3 ناقص 1، يبقى بضرب في جذر 3 زائد 1. ماشي؟ دول كده عشان مش شبه بعض اضربهم على الآلة. طيب ده شبه ده بالظبط باختلاف الإشارة اللي في النص. وكنت بقول الأول في الأول ناقص التاني في التاني، أو الأول في نفسه ناقص التاني في نفسه. يبقى جذر 3 في جذر 3 ب3 ناقص 1 في 1 ب1. ماشي ولا؟ ركز ولا ايه؟ طيب تعال نشوف شوية اختياري كده. ماشي، ممكن مثلا، يلا يا عم بيقولي زاويتان متتامتان. متتامتان يعني ايه؟ بسرعة، ها، مجموعهم 90 درجة. ماشي، يبقى هنا قلنا خلاص ننزل منهم 4 إلى 5، يبقى واحدة 4 س والتانية 5 س، ومجموعهم يبقى 9 س بيساوي كام؟ 90. ما قلنا متتامتان يعني مجموعهم، يبقى أنا هجمع 4 و5 9 وأحط س، يبقى 9 س بيساوي 90. يبقى السين هتساوي 10. تمام. وعايز قياس أصغرهما. بالراحه بالراحه. مش هقول لك زاويتين متتامتين. متتامتين دي يعني مجموعهم 90. طب النسبة بين قياسيهما كام؟ 4 إلى 5. يبقى الأولى ب4 س والتانية ب5 س. طب مش الزاويتين المتتامتين دول مجموعهم 90؟ يبقى أنا هجمع دول. يبقى 4 س زائد 5 س بيساوي كام؟ 90. يبقى 9 س ب90. يبقى الس ب10. تمام. انت عايز اصغرهما يعني من اللي واخده الرقم الصغير اللي هو الاربعه، فاربعه في 10 ب40 بس. اهو النسبه بين الزاويتين متكاملتين. حلها انت بقى، انا مش هتكلم. الف باء ج مثلث قائم الزاويه في باء. ماشي يا عم، 3 الف ج بيساوي 5 باء ج. طيب احنا عايزين نسبه. ما دام ظا يبقى انا محتاجه نسبه. فلو قلت الف ج على باء ج ما ارجعش بايدي فاضيه. يبقى الف ج على باء جيم ما ارجعش بايدي فاضيه اهو. الف جيم على باء جيم ب5 على 3. ما ارجعش بايدي فاضيه اهو، راحه من الف جيم لباء جيم ما ارجعش في ايدي فاضيه. يبقى 5 على 3. وارسم المثلث بتاعي. انت قائم فين؟ في باء. يلا، فين الالف جيم؟ الالف جيم اللي فوق، يبقى هفرض اللي هو ب5. باء جيم تحت ايه، هفرض انها ب3. يبقى الف بقى على طول بكام؟ قلنا اضلاع المثلث 3 4 5. 5 12 13. يبقى هنا 3، يبقى ده 4. هو عايز ظا، ادي الالف اهي. فين الظا؟ المقابل على المجاور. يبقى 3 على 4. تمام. طيب بيقول لي س وصاد زاويتان متتامتان. جاء س ب3 على 5. انت لسه قايل ايه؟ متتامتين. يعني ايه متتامتين؟ جاء واحده ايه بتساوي الجاتا الثانيه. يبقى الجا بتساوي الجاتا دي ب3 على 5، يبقى دي زيها ب3 على 5. قائم الزاوية في باء. ماشي يا عم، ما دام قائم الزاوية في باء يبقى ألف وجيم متتامتين. يعني جا واحدة تساوي جاتا التانية أهو. يبقى جا ألف بتساوي جاتا جيم. ما دام بيساووا بعض يبقى النسبة بينهم 1. تاني زاويتين متتامتين، ما هو قائم الزاوية في باء صح؟ يبقى الألف والجيم دول متتامتين. يعني إيه متتامتين؟ يعني جا ألف
بتساوي جتا ج. طب ما انا اشيل جا الف دي واحط جتا ج، يبقى جتا ج على جتا ج سمعني كده بواحد بس كده. طيب الف بقى ج قائم الزاويه في باء اهو، بقى يعني ماله، عايز جا ج زائد جتا الف. انا جا ج وجتا الف انا ما ينفعش اجمع، وانا ينفع اجمعهم يا ابن الحلال؟ جا وجتا فتجمع بطيخ مع طماطم؟ ما ينفعش، ما ينفعش الجا ما ينفعش اجمعها مع الجتا. فما قداميش غير اللي انا اعوض، مش الباء قايمه يبقى الالف والجيم متتمتين، يعني جا واحده بتساوي جتا التانيه، يعني انا اقدر اشيل جا جيم دي واحط مكانها جتا الف، يبقى جتا الف زائد جتا الف باتنين جتا الف. مش في الاختيارات اتنين جتا الف، ايه المشكله؟ يبقى شيل التانيه، يبقى اشيل جتا الف واحط مكانها جا جيم، يبقى جا جيم زائد جا جيم باتنين جا جيم. وصلت ولا لسه؟ زاويتين متتمتين، جا واحدة بتساوي جاتا التانية، واحد ينسى. مم. ماشي، ممكن نختم، يلا بقى نختم بالمسألة دي، ركزوا معايا، مسألة مهمة مهمة مهمة، ركزوا. يلا بيقول لي باء ب 135 درجة، ماشي يا عم، والألف باء ب 6 جذر 2، ماشي يا عم، باء ج ب 2 سم، اوجد ظا ج. أعمل إيه؟ أول حاجة سيستم دماغك كده، ما دام ظا يبقى لازم عندي مثلث قائم، ده مثلث منفرج، أعمل إيه؟ والله أخليه قائم. خليه قائم إزاي؟ همده كده، أنزل من الألف ده عمود أهو، بالراحة خالص أهو. يعني هو أنا ماليش مخرج، ما دام عايز ظا أو جا أو جتا يبقى لازم يكون عندي مثلث قائم، مش عندي لازم هعمل عمل فخلاص أهو. سمي ده مثلا ده، بقول له العمل نرسم ألف دال عمودي على الباء جيم. تمام، خليها بقى على الجيم باء عشان يبقى جيم باء وشعاع كده، بادئ من جيم اهو ورايح للباء، عشان جيم باء شعاع يعني امتداد الجيم باء، بصوا اهو. تمام. طيب الزاوية دي ب 90 درجة صح؟ طيب الزاوية دي ب 135، ركزوا ركزوا، الزاوية دي ب 135 صح؟ يبقى ايه رأيك في الزاوية اللي جنبها بكام؟ الله ينور، 45. ليه؟ اهو على استقامة واحدة اهو. تمام. فاقول له كده، اقول له بما ان انت قايل ان قياس زاوية الباء بتساوي 135 درجة، والباء بتنتمي للدال جيم، اذا قياس زاوية ألف باء دال هتساوي 180 ناقص 135 هتساوي 45 درجة. يبقى أنا جبت الزاوية دي ب45 درجة. مم. ركز بقى يا بطل، اهي زاوية ب45 درجة. طيب هو أنا عايزة مين؟ أنا عايزة ظا جيم، فظا جيم ايه؟ ما أنا عايزة أفهم، عايزة أفهم أنا هعمل ايه وأمشي ازاي. ظا جيم المقابل فين؟ في الزاوية القايمة، احنا خلاص بقى نشتغل على المثلث الكبير لأن هو ده المثلث القائم، هنحدده اهو. ألف ده الجيم ولا ايه؟ ثواني هحددهولك اهو. خلي بالك ما دام ظا يبقى أنا شغالة على مثلث قائم، فأنا هشتغل على المثلث الكبير ألف دال جيم اهو، ده القائم. فأنا عايزة ظا، أنا عايزة ظا جيم صح؟ فين زاوية الجيم أهي؟ فين الظا؟ الظا المقابل اللي هو الألف دال على المجاور اللي هو ده الجيم. يبقى انا الهدف بتاعي اجيب مين؟ اجيب الف د واجيب دال ج بقى، يعني اجيب الدال باء. يلا يا بطل اجيبهم ازاي؟ فكر معايا كده. بص يا حبيب قلبي، بص مش انا معايا زاويه، معايا زاويه ومعايا مين؟ هم، ومعايا ده، معايا الوتر ده، بصوا معايا الضلع اللي اسمه الف ب. فانا ممكن اصلا اشتغل على المثلث الصغنن ده، اقول له كده أهو. بصوا ركز معايا كده، اقول له في المثلث ألف د ب. طيب أنا عندي قياس زاوية ألف باء د بكام؟ ب45. تمام، ومعايا الوتر ب6 جذر 2، فأنا عايزة أجيب الألف د صح؟ فالألف ده أجيبه إزاي؟ أهو بالنسبة لل45 ده إيه؟ مقابل، المقابل على الوتر، مقابل على وتر جا، يبقى أقول له جا 45 درجة
هتساوي المقابل اللي هو ألف د على الوتر بستة جذر اتنين. طب جه 45 بواحد على جذر اتنين بيساوي ألف د على ستة جذر اتنين. جذر اتنين دي هتروح مع جذر اتنين دي واعمل مقص، يبقى الألف د بتساوي ستة. ها، تاني أنا بقول أول حاجة لازم يكون عندي مثلث قائم، فقمت عاملة العمل اللي أنا عملته. طيب بعد كده شوف انا محتاج ايه. انا عايزه ظا ج، فظا ج بتساوي الف د على د ج، يبقى انا محتاجه اجيب الالف د ومحتاجه اجيب الدال ج كلها. طيب ما جوه المثلث القائم الكبير اللي هو الف د ج في المثلث ده اشتغل عليه. طب مش معنى اشتغل على المثلث ده؟ لان انا عارفه زاويه وضلع، فما دام عارفه زاويه وضلع اقدر اجيب كلها الباقي كله من المثلث. لان اصلا تعريف علم حساب المثلثات قلنا هو العلم اللي بيدرس العلاقه بين الزوايا بتاع المثلث واضلاعه، يعني في علاقه ما بينهم. فلو عرفت زاويه وضلع اقدر اجيب باقي اضلاع المثلث وباقي زوايا المثلث. وده اللي انا عملته. هي ال 45 دي انا عايزه الالف د، الالف د ده بالنسبه لها مقابل، صح؟ والالف باء ده وتر مقابل ووتر، يبقى ده جاي، فجاي 45 اللي هي بكام يا شباب؟ جاي 45 بواحد على جذر اتنين تساويها بالمجاور، سوري بالمقابل. ها بالمقابل. مم. سواء بالايه؟ بالمقابل على المجاور، فالمقابل الف د بالراحه تاني بس معلش. نركز واحده واحده. انا خلاص جبنا الزاويه دي بكام؟ 45 درجه. بقى عندي زاويه وفي ضلع. طيب انا محتاجه الف د، فالالف د بالنسبه للزاويه اللي انا عارفاها ده مقابل ومعايا وتر. مقابل ووتر دي كده 90 درجه. مقابل وتر ده جاي صح، بقول له جاي. ممكن اقول له الاول الف باء د بتساوي المقابل اللي هو الف د على الوتر الف باء، يبقى جاي 45 درجه بتساوي الالف ده اللي ما اعرفهاش على الالف باء بجذر 2 6 جذر 2. تمام اه. يبقى هي 45 واحد على جذر 2 بتساوي الألف د اللي أنا عايزاها على 6 جذر 2. دي هتروح مع دي وأعمل مقص، يبقى الألف د هتساوي 6 سنتي. ماشي. نفس الكلام هجيب نفس الطريقة هجيب بيها الباء د. الباء د ده إيه؟ مجاور، فيبقى جاتا 45 درجة بيساوي الباء د على 6 جذر 2. يبقى واحد على جذر 2 هيساوي باء د على 6 جذر 2. دي هتروح مع دي واعمل مقص، يبقى الباء د هتساوي 6 سنتي. بس يبقى انا جبت ده كده ب 6 سنتي وده كده ب 6 سنتي. مم. طيب خلي بالك بقى، كده اقدر اجيب الظاجم ولا لا؟ بس تعالى نعملها فوق كده. يبقى الظاجم اهي بتساوي، يلا الالف د انا جبتها بكام؟ ب6 على الدال ج. خلي بالك الدال ج كلها يا الباء ج دي كام؟ ب2 صح؟ يبقى 6 على 8. 6 على 8 لو انت اختصرتها في ابسط صورة هتطلع 3 على 4. تاني تاني خليك ذكي كده اهو بالراحه. انا عندي ده مثلث وهو بظا يبقى لازم يكون عندي مثلث قائم، فلازم اعمل عمل اهو. بس اهو فالزاويه دي بقت 90 درجه. طب دي ب 35 يبقى اللي جنبها 45 لانهم على استقامه واحده. بس فاقول له العمل سمي دي مثلا د. نرسم الف د عموديه على الجيم باء، او جيم باء اللي هو الامتداد بتاع الجيم باء، عشان كده عملت جيم باء شعاع. تمام. بس انا هشتغل على مين؟ على المثلث القائم اللي فيه حاجه عارفاها اقدر اجيبها. طب لو انت مش عارف الحته دي، شوف انت عايز ايه. انا عايز ظا ج. ظا ج الجيم اهي فين المثلث القائم اللي موجوده فيه؟ المثلث القائم اللي موجوده فيه اللي هو المثلث الكبير ده اللي هو الف د ج. طيب انا ما اعرفش حاجه عشان ابدا بالمثلث الكبير ده، فهاخد مين؟ هاخد المثلث القائم الصغير اللي جنبه اللي هو ده اللي هو الف د ب. اه ده اللي هشتغل عليه. بس ماشي يا ابطال. بس فاقول له بسم الله. اقول له الاول بما ان
انا عندي بيديني قياس زاوية الباء بتساوي 135 درجة، والباء بتنتمي للجيم دال. اذا قياس زاوية ألف باء دال هتساوي 45 درجة. تمام. وارجع اقول له في المثلث ألف دال باء، بما ان والله جاء ألف باء دال. ليه جاء؟ لأن أنا عايزة الألف دال. الألف دال أنا عايزاه، فالألف دال بالنسبة لل 45 جاء اللي هو المقابل ليه، وده الوتر. تمام. يبقى الألف دال على ألف باء. جاء ألف باء دال اللي هي جاء 45 بتساوي الألف دال أنا معرفهاش على الألف باء بكام؟ 6 جذر 2. طب جه 45 بواحد على جذر 2 بتساوي الألف ده اللي أنا معرفهاش على 6 جذر 2. يلا يا بطل، دي هتروح مع دي وأعمل مقص، يبقى الألف ده أهي تساوي 1 في 6 ب6 سم. نفس الكلام أعمله لباء د، بس باء د المرة دي إيه؟ مجاور. صح؟ أهو. بقول له برضو جتا 45 درجة بيساوي الباء د اللي هو المجاور على الوتر اللي هو 6 جذر 2. يبقى 1 على جذر 2 هيساوي الباء د على جذر 2 على 6 جذر 2. دي هتروح مع دي، يبقى إذا الباء د ب6 سم. تمام. خلاص دي كده ب6 سم ودي ب6 سم. يبقى الظا ج اللي أنت عايزها أهو. يبقى الظا ج هتساوي، يلا، ظا ج أدي الجيم المقابل أهو ألف د ب6 على المجاور 6 زائد 2. خلي بالك في باء ج، فباء ج اهي ب2. يبقى 6 زائد 2 8. 6 على 8 اللي هي 3 على 4. صعبة؟ ها؟ صعبة؟ في حاجة في اللي احنا قلناه النهارده حد مش فاهمها؟ لو حد مش فاهم حاجة يكتب لي في الكومنتات. كده غطينا معظم أفكار الوحدة الرابعة في حساب المثلثات. أتمنى أكون قدرت أساعدك. فلو الفيديو ده ساعدك أنت كمان ساعد بيه غيرك، واعمل له شير واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي الدروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.